اللي ورايا ده اشهر بركان ناشط في اندونيسيا. 55 طوران في اخر 200 سنه، طول الوقت بيطلع في رماد وصخور. سامعين الصوت؟ eruption Bromo. Mount Bromo belches out rock and toxic gases on a daily basis. الأرخبيل الإندونيسي سلسلة من 17,000 جزيرة تقع في قلب حلقة النار البركانية. تقريبا معظم زلازل العالم وثلاث أرباع البراكين الناشطة تقع في حلقة النار. جزيرة جافا في إندونيسيا موجودة في المركز وموطن لتلت البراكين الناشطة اللي في البلد. أشهرهم هو مجمع براكين تنجر كالديرا. أنا حالياً في مدينة سيمورا لوانج في محيط مجمع براكين اسمه تنجر كالديرا، في 4 براكين ناشطة. هنزور أشهرهم برومو. بس قبل ما نبدأ الرحلة هنزور مكان مشهور جدا غرب البركان، مكان رفع نسبة السياحة في المنطقة وكان من فكرة طلاب. أنا حالياً في مكان اسمه جودي بان في مالانج. في 2016 الحكومة كانت مقررة تفور المكان لأنه كان مليان فقر وزبالة ومشاكل في الصرف كبيرة. بس جه مجموعة من الطلاب في 2016 وجات لهم فكرة، والفكرة دي غيرت مصير المكان ده للأبد. خليني أوريكم. University Muhammadiyah Malang. Idea to paint village. مجموعة الطلاب دي جات لهم فكرة إن هم يدهنوا الجزء ده كله من القرية ويركبوا حاويات قمامة ويظبطوا الصرف ويعملوا حملات توعية لأهل القرية عشان يفهموهم إزاي يستخدموا الموضوع ده كله. التمشية في المنطقة ممتعة، يعني متوقعتش كده، رسومات كتير جدا وألوان في كل حتة وتحسها فنية قوي. الفكرة كانت ناجحة جدا لدرجة إن السياحة زادت في المكان والسياح بدأوا يجوا من كل مكان. الراجل بيقول لك في 2000 سايح بيجي كل يوم من كل أنحاء العالم عشان يتفرج على المنطقة. 50 2000. Oh, yes. in one day. Yes, Wow. one day. Yes. Belanda, Inggris, Spanyol, terus here Pakistan, here Egypt. yes. وصلاح. Ah. واهل القريه بداوا يستفيدوا وعملوا تذكره دخول بسيطه جدا ب9 سنت تقريبا عشان يفضلوا محافظين على القريه، وبداوا يعملوا كشاك صغيره عشان يبيعوا، والدنيا بدات تتظبط. فالحكومه لما لقت النجاح ده قامت عامله الجزء الثاني كله للمنطقه مظبطاه، وقريه ثانيه منطقه ثانيه اسمها بلو فيليج او القريه الزرقاء الناحيه الثانيه. الفكره عجبتني جدا، الفكره سهله وبسيطه وممكن تتنفذ في حتت كتير قوي، فيا ريت الفكره دي تفيد الناس. المدينة حرفياً وسط السحاب، لأن أقل بركان ارتفاعه 2300 متر فوق سطح المية، فالجو هنا ساقع جدا. في أوقات لو البراكين دي نشطة قوي بيوقفوا الزيارات، بس احنا حالياً عندنا الفرصة إن احنا نزورها ونشوف عظمة خلق الله عن قرب. الرحلة هتبدأ 3 صباحاً. خلينا أفرجكم عليها. هما بيأجروا الجواكت هنا علشان فوق بيبقى برد جدا، فأجرت منه واحد. نايس. هلو، جود مورنينج. عايز اقول لكم ان عدد السياح مش طبيعي، لان تقريبا المنطقه او الفيو بوينت مشهور جدا ان هم يجوا هنا لانه بيشوفوا احلى منظر ممكن تشوفه في حياتك على الشروق. فخلينا نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. طيب الفيو بوينت اللي احنا طالعين عليها اسمها كينج كونج هيل، هضبه كينج كونج، وتقريبا هي حته مشهوره يعني. الفيو بدأ يظهر وكل المجمع البراكين كله هنا. بصوا كمية السياح. طبعا احنا وصلنا لقمة تندر كالديرا، هو مجمع البراكين، هو اللي ورايا ده. السياح كلهم بيتجمعوا عشان يشوفوا المنظر ده على الشروق. منظر وهمي بصراحة. بصوا المناظر في الدرون شوتس عاملة ازاي. في 5 براكين منهم 4 نشطين، 16 كيلو عرض، اتكونت من مليون سنة. الصحراء الضخمة دي مش رملة، ده رماد. اللي هيحصل بعد كده بقى ان احنا هننزل بالعربيات تاني ونطلع قمة برومو اللي طالع منه الدخان اللي هناك ده.
يلا بينا. سيمور ده مجمع براكين تاني ورا، ده اعلى قمه 3000 متر فوق سطح الميه، وخطر جدا. يعني في ناس ماتت وهي بتتسلقه بسبب الغازات السامه لانه نشط جدا. اخر مره كان ثار كان في 2021. نزلنا بالعربيات من قمة الفيو بوينت لمحيط البراكين تحت. المشاهد في الطريق والسحاب مغطي الجبال خيالي. احنا دلوقتي في سي ساند او بحر الرمال. هو في الحقيقه بحر من الرماد. كل اللي حوالينا ده بيحيط مجمع البراكين اللي احنا فيه. والمنطقه عامه اتكونت بسبب انفجار بركان فيها 4 بحيرات و50 نهر. دلوقتي هنروح نتسلق بركان برومو. رايح اتسلق اشهر بركان نشط فيهم اسمه برومو. بركان برومو بيطلع صخور وغازات سامة يوميا. ثار 55 مرة من 1804، وده خلاه من أكتر البراكين الناشطة في إندونيسيا. Say hi to Egypt. Hi to Egypt. Nice. My name is Rudy. 10 years in here. 2017 eruption Bromo closed. Yeah. برومو اللي قدامنا ده اخر مره انفجر بيقول لي 2017، وخلوا المكان فاضي لمده 9 شهور. بصوا يا جماعه الوشوش دي. آخر سلالم وهشهد واحدة من أقوى اللحظات في حياتي. شايفين على الجناب اللافا بتبقى منصهرة هنا. واو واو سبحان الله. سامعين الصوت يا جماعة؟ 55 طوران في آخر 200 سنة. سامعين الصوت؟ بصراحة يا جماعة تجربة جميلة وقوية، من أقوى التجارب تقريبا اللي عملتها في حياتي. إنك تبص كده على البركان وهو ناشط والصوت. هو ده بركان برومو يا جماعة. تجربة مش هنساها، واحدة من أحلى التجارب في حياتي. شايفين السحابة عاملة إزاي؟ ده كله كبريت برضو طالع من جوه البركان ده. بيعمل أنا عايز أقول لكم إن البتاع ده طلع حلو جدا. أنا كنت خايف أجربه بس طلع جامد قوي يعني. حلو. You know Mo Salah? Mo Salah. Yeah. Why don't you have Mo Salah here?